السلام عليكم اصحابي واحبابي. بنسمع كتير على كلمة ده ما بيخافش ربنا. هنتكلم النهارده على واحد ما بيخافش ربنا. حلقة صعبة شوية. هنتكلم على واحد قال انا ربكم الاعلى. هنتكلم على واحد خلى الناس تسجد له. هنتكلم على واحد كان بيحط صورة رئيس ويقول للمساجين لفوا حواليها. ده ربكم الاعلى بعدية. دوت الكعبة اللي انتوا لازم تلفوا حواليها. هنتكلم على بعبع السجن الحربي. هنتكلم على حمزة البسيوني. تعال نشوف الحكاية بدأت ازاي. الحكاية بدأت من سرايا يعني فيلا صغيرة. آه، لولد صغير من أسرة غنية. اغتصبوا العامل اللي كان شغال هناك أو السفراجي زي ما بيقولوا. طلع مهزوز، طلع خايف. كل أصحابه كانوا يتكلموا ويضحكوا وهو ما كانش يعمل أي حاجة، كان باستمرار مهزوز في نفسه ما عندوش ثقة. كبر ودخلوه الكلية الحربية. بعد كده اتجوز بعد ما اتخرج من الكلية الحربية. بسبب ضعفه الجنسي كان ضعيف جدا قدام مراته اللي كانت بتتعمد تهينه وتذله قدام أهله. ده كله عمل له عقد نفسية كتيرة جدا. عقد النقص ما كانتش ظاهرة لحد دلوقتي. انضم للثوار الأحرار أو زي ما بيسموهم الضباط الأحرار. وبعد الثورة مسك السجن الحربي. مع السلطة بدأ يطلع كل اللي جواه من عقد نفسية على الناس. هو اللي اخترع كلمة الأوبرج ديت اللي هو الاستقبال المساجين أول ما ينزلوا. كان أول ما ينزلوا يحطوا العساكر بين صفين ويمشوا المساجين وينزلوا فيهم ضرب. بعد ما يخلصوا الأوبرج ياخدوهم يخلعوهم هدومهم ويحطوهم في زنازين ويدخل عليهم الكلاب. كان بيحب الكلاب جدا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. ما كانش العساكر تاكل قبل ما الكلاب تاكل في الاول. بعد ما الكلاب تقطع في لحمهم ياخدوهم بدمهم ويرموهم في الشمس لحد ما الجروح بتاعتهم تجف. وبعد ما تجف تاني يحطوا عليهم زيت ويجلدوهم مرة تانية. ديت الاستقبال او التشريفة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ده غير خلع الضوافر، ده غير تقطيع الشعر، ده غير ان كان يمشي ويخلي المساجين تمشي حواليه زي الكلاب على ايديها ورجليها. ولو يا ويل اللي يشوفه ما بيهوهوش، يقول له انت ما بتهوش ليه، انت مش كلب، وينزل فيه ضرب. من ضمن ضحاياه ناس كتيره جدا، منهم الكاتب مصطفى امين اللي حكى فظايع عن اللي حصل معاه في السجن الحربي. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما كانش المساجين يقدروا ياكلوا غير وهم واقفين، مستحيل ان مسجون ياكل وهو قاعد. بعد نكسة 67 كان في مسجون اتهف في دماغه وقعد وهو بياكل، شافه عسكري ضربه برجليه. الراجل اتحمى شويه والمساجين دافعوا عنه. بعد كده المساجين بدأوا يسيطروا على السجن الحربي كامل، واستمر على الحال دوت 3 ايام. ولما جاء حمزه البسيوني يتكلم معاهم قالوا له احنا مش عاوزين نتكلم معاك، احنا عاوزين نتكلم مع الرئيس بتاعك. المشير عبد الحكيم عامر كان في سوريا وقتها، كان في واحده بين مصر وسوريا في الوقت دوت. قال لهم المشير مش هنا، وجاب لهم رئيس الاركان كان اسمه علي عامر. قالوا احنا ما عندناش غير مطلب واحد بس، ان انت تشيل الراجل ده من هنا بس، مش عاوزين اكتر من كده، مش عاوزين حمزه البسيوني تاني، مش عاوزين ضرب، مش عاوزين تعذيب، مش عاوزين اهانه، مش عاوزين اكتر من كده. بالفعل كلم جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل رجال رتبه لواء ونقلوا مكان تاني خالص. اول ما سمع اتجنن، راح لمكتب عبد الناصر وطلب مقابلته. واول ما شاف عبد الناصر ركع قدامه زي الكلب وقال له يا ريس انت حكمت عليا بالاعدام. قال له لا انا ما حكمتش عليك بالاعدام، انا رقيتك. قال له ما هو دوت حكم الاعدام، اعضاء الوطن واعضاء الثوره هيخلصوا عليا. بقول لكم كان جبان ومعقد نفسيا، كان بيستمد سلطته بس من نفوذه. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد اسبوعين رجعوه تاني للسجن الحربي، وبدأت عملية الإذلال والضرب والتعذيب والإهانة والكهرباء والصعق والنار، لدرجة إن هو كان بيدفن الناس أحياء ويكسر الجزاز في الزنزانات ويخلوهم يناموا فوقيها ويدخل المسامير جوه ايديهم ورجليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. استمر على الحال دوت حوالي 6 شهور، اللي ما كانش فيه يوم بيعدي غير لما المساجين بتحاول تنتحر من كتر التعذيب. وفي يوم من الأيام بعد ما تم إقالته حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، كان هو وأخوه كان اسمه أعتقد عباس البسيوني، كان لواء برضه حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. كان ظالم وجبار زي أخوه، هي عيلة كلها فاسدة. كانوا رايحين على اسكندرية وكانوا سايقين العربية على ما يقرب من 120 و140. طبعا البلد بلدهم ما فيش أي حاجة، كان قدامهم عربية محملة سياخ. السياخ دخلت في جزاز العربية ومنها اللي رجبته قطعتها وعملت زي تهشيم في الجمجمة.
بعد كده القط السياخ التانية دخلت في وسطه فجسمت وسطه نصين. يقال ان وكيل النيابه كان لسه وقتها عيل صغير، كان لسه يعني متخرج، اول ما شاف المنظر اغمى عليه من هول اللي حصل واللي شافه. يقال كمان ان الجبر بتاعه طلعت منه والعياذ بالله حياه وتعبين، وكان يسمع منه صوت صراخ. ناس كتير حكت على الموضوع دوت، بس انا عاوز اقول لك على حاجه، فين احنا من اولاده واحفاده؟ اليهود بعد الهولوكوست او بعد المحارق المزعومه بداوا يطاردوا اعضاء الحزب النازي في كل مكان، هو واولادهم، وينتقموا منهم. الشعب المصري دوت اللي عاش في فتره الخمسينات والستينات وبدايه السبعينات تحت القهر والتعذيب والضرب، انتوا عارفين الناس اللي كانوا بيضربوكم وبيعذبوكم، وعارفين اهاليكم وجدودكم اللي كانوا هناك. انتوا سايبين ولادهم ليه؟ سايبين ولادهم واحفادهم يعيشوا ليه في سلام؟ وانتوا عارفين اصلا حتى ان فلوسهم دي حرام، ودي فلوسكم اساسا وفلوس الشعب. لامتى هنفضل عندنا حالة خمول وضعف؟ لحد امتى مش هنقدر ناخد حقنا؟ لحد امتى هيفضل الضعف مسيطر علينا؟ مش هقدر اقول اكتر من كده، واكيد اللي انا عاوز اقوله وصل. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وانتظرونا في حلقة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.